الاكل بالتفصيل الممل عينيا، ويخرب بيت اللي يزعلك. بس بصي والنبي الشطاره، بصي الكيكه ايه الحلاوه دي. عروسه داخله المطبخ ما بتقعش، خبط عليها كده سيمفونيه، كاوتش عربيه. والله هتاكليها من هنا تحسي يطلع لك مجالس من هنا، وجوزك يدخل عليكي بقى تقولي بصي يا حبيبي عملت لك ايه، كيكه وتعبت فيها، والراجل يتقهر يموت من جوه، بيبقى بيغلي من جوه ومتغاظ. حرام عليكي يا شيخه يا مفتريه، انا سايبك طول اليوم عشان تعملي لي كده، وهياكلها يعني مضطر، هيعمل ايه؟ هياكلها وقلبه بيوجعه. لازم لو لا لازم يرضيكي وانت قهراه يا شيخه، اعملي حاجه عدله والله العظيم ناكلها واخفيها قبل ماما ما تيجي عشان ما نجرسنيش. دي بروتين كيك. معلش مش هناخد الطعم اللي احنا عايزينه، بس طعمها حلو الى حد ما، وهتتعودي على الطعم. اوكي هقول لك الاكل بالظبط. هير باكل 6 مرات في اليوم، كل 3 4 ساعات باخد وجبه. الوجبه بتبقى صغيره، بتبقى في طبق زي ده، مش طبق مش طبق زي ده. لو تفصى وعايزه بزياده اقوم ماليه الطبق ده خضار. اوكي مثلا الطبق مليان 3/4 خضار، وحته فراخ او لحمه او سمك قد كف الايد. والنشويات اللي باخدها هي بس من الشوفان ومن وواحده بطاطايه في اليوم. لو عايزه نشويات من ال- الرز والمكرونه والكلام ده مش مشكله، بس ما تستهبليش، ما تغرفليش. انت اخرك 3 معالق، معلقه عاديه كده زي ما شبه دي 3 وخلصت على كده. محشي تستعبطيش برضو عشان يقول لك بتاكل محشي، نو كلي محشي بس 3 محشيات وخلاص على كده، ما تفضحناش. اوكي وفاكهه. 6 مرات، 3 4 وجبات منهم شبه كده، ووجبتين منهم السموذي. السموذي اجين خلاط، امليه تلج، لبن. البروتين بتاعك او بديل البروتين هتلاقيه في بياض بيض، هتلاقيه في يوجرت، زبادي، هتلاقيه في جبنه قريش، هتلاقيه في انواع من انواع الفاكهه كمان. اطلعي اونلاين وشوفي. اوكي وفاكهه، وممكن معلقه صغننه عسل عشان لو طعمه عايزاه حلو بزياده. وممكن ترمي فيه خضار ملوش طعم بس عشان تستفيدي منه والطعم مش موجود. ادي وجبتين، مثلا كوبايه قد كده مليانه سموذي، هتشربيها هتبقي شبعانه خلاص. that's all you want. اوكي بفطر، بكسر صيامي على بلح، 3 بلحات، قهوه، بروتين سكوب مع ميه، واجري على الجيم. وبعد الجيم باخد الوجبه اللي قلت لك عليها، اللي هو صدر فراخ وخضار قد كده وفاكهه. وبعديها مثلا 3 ساعات بنبقى مثلا في التراويح، او اكشلي 3 ساعات بنبقى بعديها في ساعتها يعني في التراويح. بعد نبقى معانا السموذي اخرها ولا في نصها however. تاخدي وجبه كمان ادي 3، وترجعي البيت قبل ما تنامي وجبه كمان، مثلا بيضتين على جبنه قريش على تفاحيه. والسحور برضو زبادي بمكسرات. المكسرات is good fats، انت محتاجه فاتس. اقول لك الفات، بقول لك الفات مثلا ماما تجيب لك كوكونات اويل يا حبيبتي، ده هيلسي، هو هيلسي فعلا، بس المصيبه ان هي بتيجي تغرف. اه بدل ما تيجي تقول لك يعني خدي النسبه الصح، تعمل كده وتحطولك في البيض. اوكي انت عارفه انت اخرك تعملي ايه لو هتطبخي اي حاجه بأوليف اويل ولا كوكونات اويل؟ المؤاخذه ان انا بستخدم ايدي. اخرك كده believe it or not انا اصلا ما بستخدمهمش، ولو هتعبط واستخدمه that's all I use. again الكميه بس. 6 مرات كل 3 4 ساعات. خضار كتير، فاكهة 3 ل6 أنواع فاكهة في اليوم حسب انتي ومجهودك. لين بروتين. واطلعي شوفي البروتينز أنواعه ايه، اعملي السموذيز. الكيكة دي هي حطيتها في الفرن زيادة بس no actually it's a very good snack. أنا oats
لبن، فانيلا اكستراكت، بيكنج باودر، وبيض. وفناني بقى، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي fruits whatever you want. عايزاها more moist يعني طريقه اكتر من كده، حطي زبادي بزياده او لبن بزياده او كده. والبروتين بتاعك او البديل ميه كتير، gallon water a day، دي اللي بتخلي السكين حلو بيلمع. التمرين قبل الجيم لا، عشان بحتاج الميه، ما عمري ما اعملها، دي عملتها مره ما كانتش جود ايديا. عصوري على الميه ليمون. الليكويدز الوحيده اللي بشربها لا ميه ولبن وشاي وقهوه. شاي مثلا جرين تي، ما بشربش صودا ولا عصير، العصير فيه سكر. اجين السكر اللي هتستخدميه من الفاكهه، مش السكر الابيض او السبلندا، نو فاكهه وخلاص. النشويات اللي هتستخدميها كومبلكس، كميات قليله لو عايزه تخسي، لو عايزه تملي كميات كبيره. والبروتين اعلى شويه، وحسب انتي ومجهودك، وحسب انتي ولو رياضيه ولا الكلام ده كله ولا لا. عاده البروتين بيسد النفس كمان. وده الانواع دي لما تستمر عليها فتره زمنيه طويله بشيل حديد، وهو ده اللي بيضيع السيلولي، هو ده اللي بيخلي الجسم ناشف، وهو ده اللي بيعمل كل الحاجات دي. لازم الاكل، اول ما هتبداي تعكي في الاكل وتاخدي صبع محشي زياده، هيطلع لك شرير من هنا والكلام ده كله. it's all about the little things. خلال اليوم مره واحده في الاسبوع، وجبه وحشه بس مره في الاسبوع، يعني عكي مره واحده في الاسبوع. I know it's hard. ممكن تطلعي اونلاين وتشوفي recipes، وصفات اكل الفتنس فود، وهيبقى طعمها حلو. الكيكه دي والله العظيم طعمها حلو فعلا، هي شكلها كده بس طعمها فعلا حلو. ممكن تعملي منها بانكيكس وكب كيكس وحاجات كتير. اوكي بس سلام.